مبروك المنتخب الأردني تأهلهم إلى كأس العالم. مبروك للاعبين كانوا على قدر المسؤولية. مبروك كادر التدريبي، كادر التدريبي له بصمة واضحة. نوعد جمهور العراق أنه إن شاء الله بالملحق أنه نتأهل إلى كأس العالم. تحدث لي بصراحة، وين كان هذا الأداء وهذه الروح بالمباريات السابقة؟ تعرف اللي ما يستقر على تشكيله اكيد هو هذا يكون السبب. يعني كل مباراه مواجهه لعبان على 5 لاعبين جدد، صعب انه تنسجم ويا خلال 10 ايام تنسجم ويا بعض اللاعبين. يراد لنا فتره مثل 4 اشهر 5 اشهر يلا تنسجم. اني كل مباراه انه 5 لاعبين جدد 4 لاعبين جدد، وهذا انه هذا كان سبب رئيسي. حتى الاساسي اللاعب الاساسي ما يستقر. ما طبعا اكيد هو انه ما يستقر. شوف اغلب اللاعبين انه مستوياتهم بالانديه تختلف انه مستوى المنتخب. ليش؟ لان انا مثلا بالنادي اجي تشكيله واضحه انه هاي راح تلعب اساسي، اما بالمنتخب يجي يغير 4 لاعبين كل مباراه 4 لاعبين اساسيين 4. صعب. حكينا ويا المدرب اللي سابق، حكينا وياه. كلمت ويا كاسا؟ انه وياه انه نقول لازم انه تستقر مثلا على التشكيله. يقول انا مثل منتخب اسبانيا. منتخب اسبانيا واخذ الكاس العالم هو نفس التشكيله، يعني استودوا البقيه اللي قبل. اكو استقرار كان الحمد لله، شكرا انه الجمهور غير ارنولد هذا الوضع خلال هالفتره القصيره. اكيد البصمه واضحه كانت. حتى مباراه كوريا اول 23 دقيقه كنا الافضل، رغم الطرد انه علي الحمادي. كنا الافضل مسيطرين، بس تعرف منتخب كوريا من الفرق الجيده. الطرد نقص تلعب 10 لاعبين، كانت المباراه اذا ماكو طرد كنا انه نفوز او نتعادل. يعني البسط لو كنا بهذا الوضع وهذه الروح اليوم في خلال مباريات فلسطين والكويت كان ضمن التأهل تقريبا. اكيد يعني كنا حتى نلعب مباراه كوريا يجوز تحصيل حاصل، ومباراه المنتخب الاردني تحصيل حاصل. بس الحمد لله والشكر عندنا ملحق. لازم اللاعبين يشدوا نفسهم من ضمن يعني التيم. كاد التدريب راح يوضع البرنامج بشهر ديسمبر، وان شاء الله انه القادم افضل يا رب. صعب الملحق لو عندنا امكانيه نصعد روح الكاس. امكانيه على هاي الروح اللي لعبتين شفتها نصعد ان شاء الله بعيد. حلو هذا الجمهور ساعه متاخره ينتظركم. ان شاء الله نفرح انه نقول بالملحق.